اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده هنعمل معاكم كده فيديو دفا كده في الشتاء في الجو البرد ده. نعمل كده شوية بليلة بالسحلب، حاجة كده تحفة جدا وطعمها رائع، وأولادك هيحبوها جدا جدا. يعني الصراحة الجو بقى ساقعة، وهم شوية حليب ومعلقتين سحلب أكيد موجود عندكم في الشتاء دي. وهنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة. زي ما انتم شايفين كده، عايزين بقى تحطوا عليها مكسرات تسيبوها زي ما هي كده. يعني اللي حابب مكسرات يحط، واللي مش حابب زينا هي ياكلها كده بس. وتبقى جميلة جدا وهي سخنة كده. وفي الجو الشتاء البرد ده بالليل كده نقعد نعملهم من السلة، وندفي أولادنا بحبة البليلة الجميلة اللي احنا هنعملها معاكم في الفيديو ده. طبعا انت بتشتري البليلة دي، بيبقى في محلات بتبيعها، او هتجيب القمح من عند العطار، وهتنقعيه وتسلقيه على البوتاجاز، ويبقى معاكي بليلة جاهزة ومضمونة ومتنقية زي ما انا بعمل. انا بعملها في البيت، بشتريه القمح وانقعه ليلة، اغسله غسلة كويسة وانقعه ليلة كاملة، واولع عليه طبعا البوتاجاز على نار هادية لحد ما البليلة تستوي معايا، واحطها في اكياس واشيلها في الفريزر، واطلع منها واعمل على طول الشتاء. طبعا الحليب بتاعي غلي، يعني غليت الحليب بتاعي حوالي كيلو حليب، وحطينا فيه الكيس اللي كان معانا في الفيديو ده كله. شايفين بقى، تقعد بقى تغلي شوية في اللبن كده علشان تشرب من اللبن كده وتشبع منه، وتبقى حاجة طعمها رائع جدا. ادي السحلب طبعا موجود دلوقتي عندنا في كل بيت في الشتاء والجو ده. افضل مشروب في الشتاء طبعا الكاكاو بالحليب والسحلب بالحليب، بتبقى حاجة جميلة جدا. ومعانا طبعا باكو فانيليا موجودة برضو في البيت متوفرة. هنعمل حاجة كده لأولادنا يفرحوا بيها، وتغيير من الطعم طبعا. النشا طبعا غير السحلب، لأن السحلب بيبقى يعني متضاف له نكهات كده جميلة. واللي حابب يعمل بنشا مفيش أي مشاكل، بس أنا قلت كتغيير ويدي طعم جميل جدا جدا، هيديها طعم رائع. أنا جربتها وكانت يعني فوق الخيال. أنا أول مرة أجربها على فكرة، وكانت جميلة جدا، وطعمها يعني بيفرق جدا عن طعم النشاهات. جربيها وهتحسي فعلا بالفرق. حطينا كده معلقتين كبار من السحلب، ودوبناهم في نص كوباية مية أو نص كوباية حليب المتوفر عندك، ونفضل نقلب على النار كده زي ما انتم شايفين لحد ما ياخد القوام بتاعي المظبوط، ولا التقيل قوي ولا الخفيف قوي. طبعا تتحط بقى طبعا في الكاسات او في الاطباق. اولادك هيعشقوها لان هي فعلا مفيدة جدا 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 البليلة دي. وفعلا يعني السعرات الحرارية بتاعتها مش كتيرة خالص. وفي ناس بتاكلها كده يعني ايه، كوجبة بدون سكر. لو الناس اللي هي بتحب الدايت والحاجات دي، تاكليها كوجبة كده من غير سكر، بتبقى جميلة. طبعا السمسم اللي هو في السحلب بتاعنا، يعني حد يقول حاجة، لا ده اللي هو السمسم اللي في السحلب. وحابة بقى لو مثلا في مكسرات تانية مفيش مشاكل. شايفين كل ما بتغلي على نار هادية كل ما القوام بتاعها بيتقل وبتبقى شكلها جميل. شايفين والله العظيم كانت رائعة رائعة جميلة جدا، وكانت بقى سخنة، تتاكل سخنة كده في الجو البرد ده. لو انت حابة تاكليها مثلا تسيبيها لما تبرد برضو مفيش مشاكل. كل ما بتغلي معانا على نار هادية كل ما ايه ما بناخد قوام اتقل. طبعا السكر ده حسب الرغبة، كتري تقللي. وممكن تحبة لو انت مش حابة السكر نهائي، نحلي بعسل ابيض، مفيد اكتر جدا جدا لاولادنا العسل الابيض، نحلي بيه بدل السكر. ولو انت حابة تحلي بسكر دايت برضو مفيش مشاكل. اهم شيء الوصفة تكون معاكي مظبوطة. زي ما انتوا شايفين كده شكلها يعني بيتكلم عن نفسها، حاجة كده تفتح النفس، وحاجة كده جميلة وفي منتهى الجمال، وتنفع معانا في الجو الساقع ده. ممكن تعمليها الصبح، ممكن تعمليها بالليل. ولادك هم قاعدين بيذاكروا كده، ايه تعملي لهم الحاجة الحلوة دي. واللي مفيش أحلى من كده، مغذية جدا ومفيدة جدا جدا للأطفال والكبار والكل. والله يعني صراحة ربنا أنا يعني من عشق إلى عشق البيلة باللبن
والسحلب انا كنت بعملها بنشا عاديه، بس لما جربتها بالسحلب ده لقيت طعمها جميل جدا. ما تستعجليش عليها، هدي عليها البوتاجاز خالص، افضلي قلبي قلبي فيها كده. انا عايزه يعني السحلب مع الحليب مع البليله يشبعوا من بعض كده، يعني ايه، يشبعوا من بعض كده على البوتاجاز. وكل طبعا ما غليت معانا بالحليب، كل ما اتشربت الحليب اكتر، وبتبقى الحبايه بتبقى جميله جدا كده كده ومغذيه. ما نستعجلش عليه، على نار هاديه ونعمل بالراحه. نفضي بقى في كاسات زي ما انتوا شايفين، في اطباق، في المتوفر عندك. وهنعمل لاولادنا احلى حاجه كده، سريعه وسهله وبسيطه ومش مكلفه. لو انت مش حابه تعمليها في البيت، اشتريها، هي متوفره جدا جدا. في ناس بتدور لحد البيت بتبيعها، وفي كافيتريات برضو بتبيع هي البليله دي برضو موجوده. في راجل، في محلات بتاعت فول فعلا بتبقى موجود معاها برضو، بيبقى مع عنده ده ومع عنده ده. فمتوفرة متوفرة جدا جدا، يعني مش هتقولي ان انا مش هلاقيها. ولو ما لقيتهاش يا ستي، زي ما قلت لك، هاتي نص كيلو قمح من عند العطار، واغسليه، نقيه واغسليه غسلة كويسة، ونقعي ليلة كاملة في مية، تنقعي ليلة كاملة في مية. والصبح تغيري المية وتحطيها على البوتاجاز على نار هادية لحد ما تستوي معاكم بألف صحة وهنا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون الوصفة عجبتكم، وإن شاء الله تجربوها وتقولوا رأيكم إيه فيها. وتنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. ويا رب تكون كل وصفاتي عجبتكم، واشوفكم في حفظ الله ورعايته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.